السلام عليكم. معاكم عبد الله عمر وتحليل ماتش الزمالك وبيراميدز. ومفيش واجب احسن من كده يا غريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نتكلم في اي حاجه وقبل ما نتكلم في فنيات وقبل ما نتكلم في كوره، مش عارف ليه النهارده طالع ناس كتير تتكلم، ناس ملهاش في الكوره اساسا. يعني حتى كابتن احمد موسى، ما اعرفش هو الاعلام احمد موسى ولا كابتن احمد موسى، طلع يقول ان عواد قصد يسيب الكرة لابراهيم عادل. هو تحليلا كده، يعني انت لو بتفهم كرة ومتابع، وانا شك بما انك اهلاوي فانا شك ان انت بتفهم كرة. هو انا كحارس مرمى والكرة جايه لي، يعني لو انا ما عرفتش امسكها ازاي انا يعني هظبطها ان هي الكرة تنزل على الارض وتنط تبقى قدام ابراهيم عادل يعني. دي اول حاجة. طبعا هيفهم الكلام ده الناس اللي بتلعب كورة والناس اللي فاهمة كورة يعني. تاني حاجة يعني، باشا انا بالسكواد ده هو اتغلبت من بيراميدز 3-0 الدور الاول. يعني كده كده انا مش هسيب، يعني انا كده كده مش هعرف اسيب او مش هعرف افوت الماتش. تاني حاجه وهي الاهم، انت لعبته وهو 10 لعيبه. الدور الاول هو 10 لعيبه شوط كامل، الدور الثاني وهو 10 لعيبه نص ساعه وهو اللي جاب فيك الجول، يعني هو اللي جاب فيك الجول الاول. تمام. انت ما عرفتش تكسبه، اذا كان حكام مصريين ولا حكام اجانب. يعني لو انت عذرك في اي حاجه من دي، ما عرفتش تكسبه، انت جاي عايزني انا اكسبه لك. شوف انت صارف قد ايه على الفرقه في يناير، التدعيمات اللي انت دعمتها بعد ماتش الدور الاول، وانا دعمت في يناير، واللي حصل لي ايه اذا كان بقى اصابات او. فما تجيش تطلب مني حاجه انت ما عرفتش تعملها، وفي نفس الوقت انا اضعف منك بكتير، اضعف منك بمراحل. دي حاجه. نخش في الفنيات بقى. كابتن ايمن الرمادي النهارده كان هيلعب 4-2-3-1، بس كل لعيب في مركزه. يعني لو محمد شحاته كان بدأ الماتش، بس حصل ظرف كالعاده بتاعه نادي الزمالك. يعني احنا اتعودنا المفروض ما نبقاش يعني متفاجئين ان محمد شحاته في التسخين بيتصاب وبيطلع. يعني ما حلتناش الا لعيب نص ملعب فيه الرمق، او بنرتاح ان هو بيلعب كوره يتصاب ويطلع. ويعني ما تجيش الاصابه في دونجا. يعني لو يعني ايه، مكتوب لنا ان لعيب من عندنا يتصاب، مش اللي يتصاب اللعيب اللي بيشلنا، لا، اللعيب اللي احنا مستنيه يلعب. تمام. وهو لما اتصاب محمد شحاته حط صلاح مصدق باك رايت، ولاعب عمر جابر نص ملعب مكان محمد شحاته. بس الفكره ان كابتن ايمن الرمادي في التحولات بتاعته، لما كان الكوره بنطلع بيها كان بنتايج بيخش في نص الملعب. يعني بنتايج كان بيخش في نص الملعب لدرجه ان هو ما كانش بيلعب على الخط، لا بنتايج كان بيكمل جوه لغايه جوه ال 18. يعني هو كان بيكمل جوه في قلب الملعب، مش على الخط، مش بره. اللي كان ماسك الخط مصطفى شلبي. بس في نفس الوقت صلاح مصدق الصاب برضو، دي احنا هنجيلها بعد كده يعني. بس هي الفكره ان انا شايف ان بدأ فرقه الزمالك يبقى في تطور ولو بسيط. يعني افكار كابتن ايمن الرمادي بدأ يبقى في تطور ولو شكل بسيط. بدأ يبقى في يعني تحسن في الجودة بتاعت اللعيبة اللي بتطلع بالكورة. بدأ وهم بيطلعوا بالكورة بقى في شكل، يعني بقى في شكل بس لكن مفيش فعالية، مفيش فرص، مفيش اي حاجة. بس بقى في شكل واللعيبة بتطلع بالكورة، بقى في ثقة واللعيبة بتطلع بالكورة. طبعا الجون اللي دخل فينا غلطة عواد، بس يعني فعلا يعني هو ده مستواه. يعني واحنا مش بنتكلم على حاجة، بس هو ده مستوى عواد. يعني انت اول الماتش كنت بتطلع بالكرة كويس، مع ان كان بيراميدز بيضغط، كان بيلعب ضغط عالي، بس كان بيضغط من جوه ال 18 بتاعنا. يعني في كذا كوره لعيبه بيراميدز، مش لعيب بس، مش مروان حمدي بس هو اللي بيضغط، لا، مروان حمدي وابراهيم عادل وعبد الرحمن مجدي بيضغطوا علينا من قدام من جوه ال 18. بس اللعيبه بتعرف، بتاعت لعيبه الزمالك بدات تعرف تطلع بالكوره، بدا يبقى في ثقه ان اللعيبه تطلع بالكوره، بقى في شكل. اي نعم مفيش فاعليه على الجون، مفيش هجمه طلعت صح غير كوره واحده اللي في الدقيقه 14 اللي انا هقول لك عليها دلوقتي. يعني هكلمك وهحط لك الصور بتاعتها دلوقتي.
الكرة في الدقيقة 14 هتبقى معايا دلوقتي دونجا استلم الكرة اهو. تمام، دونجا استلم الكرة. بعد ما دونجا استلم الكرة بص اتلقى الاتنين وليد الكارتي وبلاتي توريه قدامه. يعمل ايه؟ عمر جابر قطع له من وراهم، حط الباص بينهم اللي يضرب الخطوط، الباص اللي قدام بعد ما عملت سكان وعرفت انا هباص لمين. تمام، ادى الباص لعمر جابر في المساحه زي ما احنا قعدنا نهاتي. عمر جابر خد الكوره، مصطفى شلبي قطع له، هو رماها لمصطفى شلبي في المساحه برضه. يعني كل الكوره ماشيه صح، باصين عشان القرارين صح. وصلت للجون، وصلت بقيت على ال 18. اي نعم، مصطفى شلبي الكره اللي شاطها جابهم التالتة شمال، يعني هي الكره اللي شاطها جابهم التالتة شمال. بس الفكره القرار اللي انت خدته صح في ماتش، يعني في كره واحده انت خدت قرار صح، وصلت للجون. زي ما كنا بنقول التحولات، انت عملت كره واحده صح في الماتش يا دونجا. بس الكره دي فعلا تبين لك قد ايه لو انت مركز ممكن تعمل حاجه، او ممكن تفيدنا بحاجه. تمام، نيجي بعد كده للجون. الجون اللي دخل فينا اوفر، تردد، اوفر، تردد، بالونه تقع من عواد. والله ده مستواه، يعني ده مستواه، ويسلك النية هو محمد صبحي، بس ده مستواه. بس الفكره في حاجه، لعيبه الزمالك لما انا بطلع الاوفر ليه ما بطلعش بره بسرعه 18، او بطلع عشان اسيب لعيبه بيراميدز في الاوفسايد؟ ليه يتعمل عليها الاوفر بدل المره 3 مرات، والثلاث مرات احنا مغطيين الاوفسايد فيهم؟ يعني زي ما عواد غلط، لعيبه الزمالك ما فيش احساس بالمسؤوليه، انتوا غلطتوا، لان الكوره بدل الاوفر اتعمل 3 والثلاثه الاوفسايد متغطي فيهم. دي نصيبه. يعني احنا عندنا مشاكل في الكره العرضيه، فانت سبت مساحه للفرقه اللي قدامك تلعب عليك اوفرات. تمام، ده الجون. طبعا هو كده كده عواد هيشيله، ما حدش هيتكلم على اللي حصل ده، بس كده كده عواد هيشيله. بس انا شايف ان زي ما عواد هيشيل الجون، زي ما لعيبه الزمالك اللي هي ما ارتدتش بسرعه عشان تلعب على الاوفسايد هي سبب في الجون. يعني ان بدل الاوفر اتلعب 3 مرات يعني. تمام، نيجي بقى كابتن ايمن الرمادي بيلعب 4-1 الخطه بتاعته الطبيعيه. المفروض 4-1 ده اللعيب اللي بيوصل خط الدفاع بنص الملعب. تمام، اللي هو مين؟ دونجا. المفروض دونجا ده بيستلم من خط الدفاع يسلم نص الملعب اللي هو يحركهم. ما عملش الا كره واحده في 90 دقيقه، لا هو لعب كام؟ 70-80 دقيقه ما لعبش الا كره واحده. بقيه الماتش هو بيتهان من بلاتي توريه ومن قطه. يعني هو بقيه الماتش بيتهان من الاثنين دول. تمام، غير كده زي ما قلنا على الكره الكويسه اللي هو لعبها هنقول على الوحش، يعني ده وده. وزي ما قلت على مصطفى شلبي، الكره اللي حطها في الثالثه شمال، وفي كره في الشوط الثاني حطها في الثالثه يمين. في النهارده مصطفى شلبي ومحمود بن تايج عملوا ماتش عالشيبي عالي. يعني مصطفى شلبي على قد امكانياته لا عمل ماتش عالي. تمام، هاجي اتكلم في حاجه تانية. هاجي اتكلم ان احنا واحنا بنلعب دفاع منطقه في 20 متر احنا بنتضرب في باصين 3، يعني باصين 3 بنتضرب بيهم. نيجي بقى للشوط الثاني، طبعا هو طلع صلاح مصدق عشان الاصابه، ونزل فتوح، لاعب عمر جابر باك يمين، ونزل فتوح جنب دونجا، وعبد الله طلع قدام. بدات تشوف بقى في الشوط الثاني عبد الله السعيد ساعات يمين ساعات يميل شمال، في مثلثات بتحصل يمين وشمال مع بنتايج وشلبي. الناحيه الثانيه حتى لما نزل ايشو كان الاول مع سيف جعفر، وحتى لما نزل حسام اشرف. فبدات تشوف لعيب بيميل وبيروح يباصي وبيطلع الباص. تمام،
وطبعا احمد فتوح لما نزل احنا مسكنا نص ملعب. يعني احنا كزمالك لما فتوح نزل، اللي هو لاعب كوير، لاعب عنده كوره، بينزل يستلم من قلب الدفاع عشان يسلم الخط اللي قدام. انت بدات تشوف فيه كوره بتتلعب، مش دونجا. تمام، هو دونجا شكله فاهم ان رقم 6 بيقطع كور بس. وبعد كده طلع سيف فاروق جعفر ونزل حسام اشرف. انا ما اعرفش، هو برضه الكابتن ايمن مصر ان هو يلعب حسام اشرف وينج يمين او هيلعبه جنب الجزيري. طب لما هيلعب جنب الجزيري مين اللي هيرحل هنا؟ يعني لو انت لعبت ب3 مدافعين مين اللي هيبقى في نص الملعب؟ عمر جابر هو اللي هيبقى ورا، ولا محمود بن تايج هو اللي هيبقى ورا؟ لان انت دلوقتي بقى عندك الونش وحسام عبد المجيد بس. فانا برضو مش فاهم فكره كابتن يعني ايمن الرمادي ايه. وبعد كده هو لما حب يظبط الملعب، يعني لما حب يظبط الملعب هو عمل ايه؟ قام منزل ايشو، يعني نزل ايشو ونزل احمد حمدي. نزل ايشو مكان محمود بن تايج، وخلى فتوح يلعب باك شمال، ونزل احمد حمدي مكان دونجا، عشان خاطر احمد حمدي هيعرف يديلك في نص الملعب. مع ان برضو ده اول ماتش ليه من سنه ما كانش يلعب خالص، كانش يلعب الماتش ده. يعني كنت الاول تديله ماتشات وديه وبعد كده تنزله في ماتش انت كسبان هيعرف يحرك كوره، انما مش ماتش انت مضغوط فيه وعايز تجيب جون. بس انت احمد حمدي ما عملش حاجه. احمد حمدي باين وهو بيلعب خايف يلمس الكوره، خايف يخش. يعني في كوره اللاعب بيعمل تاكلينج هو قام باعد لمم رجليه. طبعا ده طبيعي، بني ادم. تمام. في بس تعليق على بلاتي توريه. يعني بلاتي توريه ده لاعب رقم 6 اقسم بالله بطعم رقم 10. يعني لاعب بلاتي توريه ده لعيب رقم 6 بطعم رقم 10. يعني بلاتي توريه كان بيأدي في الملعب اعلى من احمد سعيد قطه. يعني بلاتي توريه ان هو يحرك فرقته كان اعلى من احمد سعيد قطه. انا نفسي دونجا يقعد تحت كده، تحت بلاتي توريه ويتعلم منه. يقعد كده يمسك ورقه وقلم وبلاتي توريه يقول له على الروشته ويتعلم منه. لان قسما بالله فرق بلاتي توريه ودونجا فرق برشلونه وبني عبيد، مفيش حاجه تانية. بالظبط، لعيب بيعرف يطلع كوره، بيلعب كوره، ولعيب مش عارف يعني ايه باص او باص صح. تمام. الماتش يعني ممل، ما فيهوش هجمات. طبعا ابراهيم عادل يعني ما شاء الله عليه. الفكره يعني انت محتاج وينجات، يعني محتاج وينجين يمين وشمال. المفروض على الكلام اللي احنا بنسمعه مع الجفالي يمين، ومصطفى شلبي لازم يمشي وتجيب بديل او تطلع من الناشئين وينج شمال. وغير ان مصطفى شلبي لازم يمشي، لازم دونجا، سيف الجزيري، عواد او صبحي واحد فيهم يمشي، وهات حمزه علاء. يعني عواد او صبحي لازم واحد فيهم يمشي وواحد هو اللي يلعب، وحمزه علاء في ظهره. تمام. كده عندك محمود الشناوي يقف ثالث. انت محتاج، اللي انا شايفه انا محتاج باك رايت، لان عمر جابر مش قد كده. باك الشمال ماشي، عندنا بن تايج واحمد فتوح. طبعا محتاج رقم 6 ويغور دونجا. النهارده عواد انت وصبحي يا ابني لازم تصفوا النيه عشان ربنا يكرمكم. الواضح ان انتوا الاتنين مش مسلكين النيه، عشان كده مفيش كرم من ربنا عليكم. صفوا النيه ربنا هيكرمكم والله. النهارده الونش ادى كويس في كام كوره، ادى كويس. حسام عبد المجيد ما شاء الله النهارده كان نجم في كذا كوره كده. يعني ابراهيم عادل او قطه او عبد الرحمن مجدي ما عرفوش يعدوا منه فيها. تمام. النهارده عبد الله السعيد كالعاده احسن لعيب في الماتش. ايشو لما نزل يعني حاول، بس برضه لعيب امكانياته ضعيفه، ما يلعبش زمالك
هفضل عند رايي يعني. عمر جابر انا بالنسبه لي كان في نص الملعب احسن من باك رايت. احمد حمدي لما نزل ما عملش حاجه. يعني الخديوي ما عملش حاجه. مصطفى شلبي زي ما قلنا عمل كورتين، واحده في التالتة شمال واحده في التالتة يمين. بس ضيعت املك ان انت تلعب دوري ابطال. السنه الجايه هنلعب كونفدراليه. نركز عشان ماتش الكاس، لان انت السنه دي ما ينفعش باسمك وتاريخك تطلع موسم صفري. فان شاء الله خير، وربنا يكرمنا وينصرنا على اللي احنا فيه. لو عجبك الفيديو اديني لايك واعمل لي سبسكرايب واديني كومنت وصلي على رسول الله.